عمرك فكرت ازاي الكاتل الكهرباء بيعرف ازاي المايه غليت ويفصل لوحده؟ الموضوع كله فكر هندسي عبقري. زمان ما كانش سهل تعرف المايه غليت ولا لا، فالمهندسين ركبوا صفارة في بق الكاتل، ولما البخار يطلع وقت الغليان يعمل صوت ينبه اللي بيستخدمه. بعد كده ظهر الكاتل الكهرباء اللي فيه عنصر تسخين في القاعدة، وبمجرد ما توصله بالكهرباء يغلي المايه بكفاءة وسرعة أكبر. في إيد الكاتل في ترموستات معمول فيه شريحتين معدن بيمددوه بالحرارة، ولما المايه تغلي البخار بيمشي في مجرى لحد الإيد، يسخن الترموستات فيمتد ويتمطط ويعمل طاقة لفوق اللي بتشغل دراع صغير يفصل الكهرباء عن عنصر التسخين. بس لو الكاتل فاضي مفيش بخار يوصل للترموستات، وساعتها ممكن يسخن لحد ما يتحرق. عشان كده في ترموستات تاني في قاعدة الكاتل برضه معمولة من نفس نوع المعدن، وأول ما القاعدة توصل لدرجة حرارة معينة بيفصل الكهرباء فورا. النظام ده بحماية مزدوجة، بيمنع الكاتل من الفوران الزايد وكمان بيحميه من إنه يتحرك أو يولع لو اشتغل فاضي. المرة الجاية وأنت بتحط الكاتل يغلي خد بالك إن كل طاقة صغيرة وأنت بتسمعها وراها تصميم ذكي بيحميك ويخلي حياتك أسهل. قول لي بقى، هل كنت تعرف إن كاتل فيه النظام العبقري ده؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.